الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي بلغنا هذا الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك، ونعمة والله لكل مسلم، نعمة أن يبلغك الله هذا الشهر العظيم. أسأل الله تعالى يا إخواني أن يعيننا فيه ويوفقنا فيه على الطاعة والعبادة في هذا الشهر. النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الشهر ورأى الهلال أو سمع من رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم اجعله هلالا خير ورشد. فأسأل الله تعالى أن يجعله هلالا خير ورشد على أمتنا العربية والإسلام. إخواني، حتى تعرف كرمك عند الله سبحانه وتعالى وفضل هذه الليلة، إذا جاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت أول ليلة من شهر رمضان المبارك صفدت الشياطين. الله سبحانه وتعالى يصفد ويغلل مردة الشياطين، أي يرمد الشياطين. صفدت الشياطين ومردت الجن، وفتحت أبواب السماء وفتحت أبواب الجنة الجنان فلم يغلق منها، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب. ونادى مناد في السماء: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. هكذا هذا الانقلاب الكوني سيحصل في هذه الليلة المباركة، ليلة شهر رمضان المبارك، شهر تنزل القرآن. فالله سبحانه وتعالى يغلق لك الأجواء ويصفد لك الشياطين حتى يقول لك: يا مسلم أقبل إلى الله في هذه الليالي ولا تركن إلى الدنيا. وهذه أول ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم له من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم له من ذنبه. فهذه الليلة الأولى كثير مع الأسف من المسلمين من يفرط في هذه الليلة لأنه لم يصم. هذه الليلة الأولى من ليالي شهر رمضان المبارك. فأقول لكل مسلم يعني جالس في بيته هذه الليلة لا تفوتها، صل العشاء وصل من التراويح حتى لا تفوت قيام هذه الليلة المباركة. إخواني، من أركان الصيام أركان واجبات وسنن. فأول ركن من أركان الصيام الذي ينبغي أن نتعلمه وهو نية الصيام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صيام لمن لم يبيت النية في الليل. فهذا أول واجب، أول نية، أول ركن تعرف أيها المسلم أنك تنوي صيام شهر رمضان المبارك في هذه الليلة، وتدعو الله تعالى أن يوفقك إلى ذلك. واحتياطا تنوي كل ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك الصيام. جلوسك إلى السحور هو نية. استعدادك ومراقبتك لهلال شهر رمضان المبارك هي هذه النية. فنوي، اعقد النية من الآن أن الله يوفقك لصيام هذا الشهر الفضيل، وشمر ساعد الجد. ومن الآن يا أخواني الذي يبدأ بجد في شهر رمضان المبارك سينهي شهر رمضان المبارك بجد، والذي يبدأ بتراخي وبكسل لا، ستجده يفطر ويفطر. وإذا ما جاءت العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بدل أن تجد في المساجد تجده في الأسواق.